صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده معانا فيديو جديد من سلسلة القهوة المبتدئين. السلسلة الجميلة اللي انا عن نفسي بفضلها جدا وبحب اعمل فيديوهات فيها. بس يعني كنا موقفين الفترة اللي فاتت كده لان كنا محتاجين ان السلسلة دي يكون فيها فيديوهات جديدة، مواضيع مختلفة، مواضيع تشد الناس كده وتكون مهمة بالنسبة لهم وتجاوب على أسئلة كتير عندهم. فإن شاء الله بإذن الله هنرجع تاني للسلسلة دي ونحاول نضيف فيها شوية فيديوهات كده. النهاردة بقى هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن اختلاف أشكال حبوب القهوة المختلفة. مش بقى يعني كأرابيكا وروبوستا والفرق في الشكل ما بينهم، لأ. أنا بتكلم على نوع حباية البن نفسها، يعني الشكل بتاعها نفسه. وأنا عشان أوضح أكتر، احنا معانا 3 أنواع من القهوة أو من حبوب القهوة. معانا الكولومبيا من كاريبو، تمام، ومعانا الرواندا البي بيري من اشر، ومعانا الفيلا سوماترا اللونج بيري. وهنشوف بقى ايه الاختلاف اللي هيقابلنا في شكل الحبوب بتاعت كل نوع من دول. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده لازم نشرح الاول ليه شكل الحبوب بيكون مختلف. احنا عندنا بتبقى الكريزة بتاعت القهوة بيكون فيها من جواها في حبيتين بن، يعني بيبقى زي فصين بن كده. الفصين دول هما دول اللي بيكونوا الحبوب بتاعتنا اللي بناخدها ونحمصها وبعد كده بنطحنها ونعمل بيها المشروبات بتاعتنا والكلام الجميل ده كله. الفكرة بقى ان ساعات بيكون في جوه الكريزة بتاعت القهوة دي مش فصين، او بيكون في فصين بس شكلهم غريب شوية، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض كده النهاردة. هنبدأ بالشكل اللي هو العادي بتاع الحبوب بتاعنا، اللي هو بنسميه الفلات بيري. الفلات بيري اللي هو بالشكل ده، اللي هو الشكل العادي جدا الطبيعي اللي بيكون موجود عندنا، اللي هو بيكون فيه حبيتين قهوة زي دول كده. دول بيكونوا جوه الكريزة بتاعت البن بالشكل ده كده، وبعد كده بنفصلهم عن بعض وبنجمعهم ونحمصهم وبعد كده ايه يتباعوا ويطحنوا ويتشربوا والكلام الجميل ده. بيبقى الحبوب بالشكل ده وبيكونوا حبيتين جوه الكريزة، بيكونوا بالشكل ده جوه الكريزة وبينفصلوا، تمام. ساعات بقى بيحصل حاجة جوه الكريزة بتاعت القهوة، ان فص من الفصين دول هو اللي بيتم التلقيح بتاعه وهو اللي بينمو، والفص التاني ما بينموش. فبيبقى شكل الحبوب بتاعت القهوة بيكون بالشكل ده. بيبقى حباية واحدة بس جوه الكريزة زي كده، شايفين عاملة ازاي؟ بتبقى مدورة شوية وشكلها كروي شوية. ومن هنا جه الاسم بتاعها اللي هو البي بيري. البي اللي هي في الاول دي اللي هي البي اي اي، دي معناها اللي هي البسلة او الشكل بتاع البسلة، لانها بتبقى يعني كروية شوية، ما بتبقاش فلات زي الحباية دي. شايفين فرق الشكل عامل ازاي؟ واضح قوي، دي فلات مسطحة لكن دي كروية شوية، وهيبان قوي في السكنس بتاعها من الجنب. شايفين دي السمك بتاعها عامل ازاي، ودي السمك بتاعها عامل ازاي بالشكل ده. فده الفرق ما بين الفلات بيري والبي بيري. حتى شكل البي بيري اهو واضح قوي هنا. شايفين الحباية عاملة ازاي؟
واخدة شكل كروي كده. طيب في عندنا بقى نوع تالت اللي هو بيسموه اللونج بيري. اللونج بيري ده بقى بيبقى حباية الطول بتاعها زيادة شوية، تقريبا بيبقى مرة ونص المرتين حجم الحباية العادية اللي هي الفلات بيري او الشورت بيري. زي ما احنا شايفين اهو كده اهي، شايفين الحباية حجمها ما شاء الله طويلة يعني عملاقة مقارنة بالحباية العادية. يعني اهو على ايدي شوف اهو، شايفين فرق الطول قد ايه؟ تقريبا الضعف. هو ده الفرق بين اللونج بيري والبيري العادية او الفلات بيري او الشورت بيري. يعني حتى برضو لو قارنا ما بينها وما بين البي بيري برضو هي طويلة، فعشان كده اسمها اللونج بيري. فده الفرق اللي ممكن يقابلنا في شكل الحبوب نفسها، اللي هي لونج بيري ولا بي بيري ولا فلات بيري او شورت بيري او اورديناري بيري العادي. فحبيت يعني في الفيديو ده ان انا اوضح لكم الفرق ما بين اشكال الحبوب دي، بحيث انت لما تشوفها تبقى عارف لا دي حبوب عادية، لا دي بي بيري، لا 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 دي لونج بيري. ايه بقى اللي يفرق ما بين كل نوع ونوع؟ هو يعني في الطعم ما يفرقش في حاجه. يعني حتى كان في ناس ساعات يقول لك ايه، اصل البي بيري ده حبايه واحده فمتغذيه، لا هي ما فيش حاجه اسمها انها حبايه ومتغذيه، وما فرقتش في الطعم. يعني حتى ناس كتير دقوها وانا دقتها، لا يعني ما تفرقش عنها عن العاديه من نفس الاوريجن طبعا. لكن هي اللي ممكن يفرق شويه ان محتوى الكافيين في الحبايه البي بيري اعلى بنسبة بسيطة عن الحبوب العادية اللي هي الفلات بيري العادية. وده بيكون يعني في أجزاء من 10. يعني مثلا لو دي مثلا 1% الكافيين فيها، دي مثلا بيبقى 1.4 1.3 يعني في الرينج ده. فبيبقى زيادة طفيفة شوية بس يعني بتكون زيادة، وبيكون ده ظاهر أكتر في الحبوب الروبوستا. لكن كطعم لا، هو الطعم مش هيفرق كتير. طيب هنلاقي بقى الحبوب دي مثلا موجودة فين؟ بالنسبة للبي بيري، هي أي محصول بيكون في نسبة من 5% ل10% من الحبوب بتاعته بي بيري، لأن ده زي ما قلنا ده بيبقى يعني حاجة كده طبيعية بتحصل في التلقيح بتاع الحبوب نفسها جوه الكريزة. فده مش حاجة يعني بتكون مقصودة أو كده. هو لأ، بيكون في أي محصول بيكون فيه من حوالي من 5% ل10% من الحبوب بتاعته بي بيري. في بقى ناس بتجمع البي بيري ده، يعني طبعا بيبقى بيتجمع باليد وبيبيعوه كمحصول لوحده، وفي ناس بتبيعه لا في وسط المحصول بتاعهم عادي جدا. عشان كده ساعات مثلا تجيب نوع بن ولا حاجه تلاقي فيه حبوب وفي النص كده كام حبايه بي بيري طلعوا معاك، وده طبيعي. من زي ما بقول لك كده النسبه تبقى من 5% ل 10% من كل محصول، فانت وارد جدا ان انت تلاقيها. اما بالنسبه بقى للونج بيري فبيكون متوفر اكتر في الاجزاء بتاعه اندونيسيا. في الانواع هتلاقيها مثلا في انواع السوماترا، في انواع الجايو، هتلاقيها موجوده كتير في اندونيسيا اللونج بيري دي. وممكن ساعات برضو تلاقيها في اثيوبيا برضو. بالنسبه للبي بيري هتلاقيها موجوده في اغلب اللي هي المنتجات السنجل اوريجين اللي بتكون من افريقيا. هتلاقيها مثلا في الرواندا، في الكيني، في التنزاني، وساعات هتلاقيها في البرازيلي. الانواع البي بيري بتكون متوفره بشكل زياده هناك. ده الفروقات اللي بينهم في الاشكال، وكل نوع منهم ظروفه ايه وممكن نلاقيه فين وازاي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد شوية ويفرق معاكم في ان انت تعرف شكل الحبوب بتاعت القهوة اللي قدامك ايه. ان شاء الله باذن الله اقابلكم في فيديو جديد مع القهوة للمبتدئين، ويا رب تكون سلسلة كده مفيدة وفيديوهات لذيذة ولطيفة عليكم. ومع السلامة.